السلام عليكم متابعينا الكرام، إليكم نتائج وترتيب مباريات الجولة 18 من البطولة المغربية الاحترافية لكرة القدم القسم الأول موسم 2022-2023. ولكن قبل ذلك اضغط على زر الإعجاب. الفتح الرياضي يفوز على مولودية وجدة بهدفين لهدف واحد. بهذا الفوز يصبح رصيد الفتح 36 نقطة. أما مولودية وجدة هذه الهزيمة تزيد من معاناته في أسفل الترتيب ب 14 نقطة. حسنية أغادير ينتصر على اتحاد طنجة بهدف نظيف. فوز ينعش أمل الحسنية في تفادي النزول إلى القسم الثاني ويزيد من طموح الفريق ليعود إلى السكة الصحيحة وتجاوز مشاكله الإدارية والفنية. أما اتحاد طنجة هزيمة قاسية ستجعل الفريق قريب من توديع القسم الأول احترافي، حيث يحتل المركز الأخير ب5 نقاط. شباب المحمدية يهزم الدفاع الحسني الجديد بهدفين لهدف واحد، وفوز يجعل الفريق يقفز إلى المركز العاشر ب23 نقطة، فيما تجمد رصيد الدفاع ب21 نقطة في المركز ال11. وشباب السوالم الرياضي يفرض التعادل على المغرب الفاسي بهدف لمثله، تعادل منصف للفريقين في انتظار الجولات المقبلة. المغرب الفاسي 24 نقطة وشباب السوالم 25 نقطة، ونهضة بركان يكتفي بالتعادل أمام أولمبيك أسفي. تعادل منصف للفريقين، نهضة 27 نقطة وأولمبيك أسفي 29 نقطة. المغرب التطواني يخلق المفاجأة ويفوز على الرجاء الرياضي بهدف ل0. 3 نقاط ثمينة للمغرب التطواني تزيد من خروجه من منطقة الخطر. أما الرجاء الرياضي يضيع 3 نقاط كانت تمنحه البقاء في المطاردة في مقدمة الترتيب. الوداد الرياضي يفوز بصعوبة على أولمبيك خريبكا ب3 أهداف لهدفين، وبهذا الفوز الوداد يصبح رصيده 38 نقطة في المركز الأول في انتظار نتيجة مباراة الجيش الملكي واتحاد تواقا يوم غد الأربعاء. أما أولمبيك خريبكا هزيمة تزيد من متاعبه في أسفل الترتيب في المركز ما قبل الأخير ب11 نقطة فقط. وفي الأخير شكرا لوصولك إلى آخر الفيديو، لا تنسى دعمنا بإعجاب الفيديو والاشتراك في القناة وفعل الجرس ليصل الفيديو إلى الجميع.